كشري ابو دقه، مساء الخير. عمت مساء يا فتى. عمت فين يا فندم؟ مساء. في الضلمه يعني. ماشي، امر يا فندم. أريد أن أطلب أوردرا. حضرتك ابو جهل ولا حضرتك عبيط ولا انت ايه حكايتك؟ ما خطبك أيها المزبلح؟ مزبلح مين يا ابني المزبلحه؟ لا، هتجيب سيره امي هجيب سيره اللي جابه خالتك. انا بقول لك اهو، احترم نفسك اكتر من كده بعد اذنك. افهمني يا فتى الكشري، أنا أقع في مشكلة وأريد المساعدة. وما هي المشكله ايها السيكومونوس؟ إن أصحابي شيلوني حكما في الشايب، وإما أن أطلب منك أوردرا بهذه الطريقة، أو أقف في ميدان العباسية أغني ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب. يا ويحي، لبست الشايب؟ انها حقا لمشكله كبيره. لماذا لم تقل هكذا من الصبح يا اخي؟ لقد فهمت. بارك الله فيك وفي الذين خلفوك. أريد واحد كشري وسط. حسنا يا سيدي، وماذا ايضا؟ بدون تقلية أيها العبد، وأكثر من الورد، أكثر الله من الورود حول قبرك. ماذا تقول يا ابن الورمة؟ لا تجود، اخلص وعد يومك هذا. معذرة يا رجل الكشري والطواجن، دعنا نكمل الأوردر. لا عليك، تفضل، سكلتك أمك. وواحد كشري لوكس بدون حمص. أكمل. وواحد كشري لوكس بالحمص. علل. وواحد أرز بلبن فرن وليس مكسرات. أعرب ما تحته خط. ماذا تقول؟ أجاريك في هذا العبط، أمال أسيبك كده تهبل لوحدك؟ هل تريد شيئا آخر يا خزاعة؟ لا يا بني، أتركك في رعاية الله وأمنه وسلامه. عمت مساء. عمت في البسين. ما هذا يا إلهي؟ إيه ده، أنا علقت ولا إيه؟ يا رب الزباين دي. وناخد زبون تاني ونقول ألو. ألو ألو. ما تقولش، أنت أصحابك حاكمين عليك تعمل طاهر أبو ليلة؟ فهمتني بسرعة. مصطفى، بدل الشيفت. اوردر 15 يا فتحي. الو. الو، مطعم ام حسن؟ ايوه يا حاج عمر. مين معايا؟ انا حسن. طب اديني ماما يا حبيبي، قول لها جدو عبد المنعم عاوز يكلمك. ماما ايه يا حاج؟ انت جاي تدفع الجمعيه؟ انا اسمي حسن عادي صدفه. حسن عادي صدفه؟ هتخض انا يعني كده لما تقول لي اسمك الثلاثي ولا ايه؟ امرني يا حاج، عايز ايه؟ عندكوا ايه؟ اديني فكره. عندنا كل اللي حضرتك ممكن تحتاجه. يا ابني انا جاي اخد واحده سكنيه في مدينتي، انت مالك مبالغ فيك ليه كده؟ قصدي عندنا كل انواع الاكل. كلمني شويه عن الممبار يا حسن. عندنا ربع الممبار ب 70 جنيه. نعم، ليه يا اخويا؟ حشيم مصارين دول يا روبرتس ولا ايه؟ ده انا ضارب كيلو ممبار انا والحاجه ب4 جنيه بس. ده امتى الكلام ده يا حاج؟ مش من زمان قوي، من يوم خطوبتنا 47 سنه. طيب يا حاج، في الفتره دي اصلا كان ممكن تشتري شاليه تمليك ب 8 جنيه عادي. ايه اللي دخل الشاليه في الممبار؟ لا مش هدفع اكتر من 25 جنيه هنا. يا حاج ما ينفعش والله، ما فيش فصال. يعني ايه مفيش وصال؟ ده انا فصلت مع الدكتور في دعامات القلب، اشطر منه انت يعني؟ اللهم طولك يا روح. طيب يا حاج خلاص تمام ماشي، عايز حاجه تاني؟ محشي ورق العنب اخباره ايه؟ كويس الحمد لله. هو انا بسالك على صحته؟ يلا السعر عامل كام؟ طبق ب 40 جنيه يا حاج. الطبق ده فيه كام مزرعه عنب؟ نعم. ايه، ما سمعتش السؤال؟ يا حاج الطبق فيه حوالي 15 صباع بالكتير. 15 صباع يبقى كبيره 150 قرش، 10 سقف الصباع كويس. وليه يا حاج التبذير ده؟ ما تبعت لي 5 تمرات مع الجاريه بتاعتك احسن. يا حبيبي انا لما نجحت في التوجيهيه بابا عزمني انا وماما وتيتا وعمته وعشقها على ورق عنب، وما دفعش غير ربع جنيه وسجاره ابو ليمونت. طبعا بعد التوجيهيه دي انا مش محتاج اسالك الكلام ده كان سنه كام. كمل يا حاج. في حمام محشي؟ الجوز ب 130 قرش. لا مليم. لا مؤاخذه يا حاج، معلش الطربوش وقع مني، هنزل اجيبه. 4 تجواز حمام ومش هدفع اكتر من 4 جنيه. يا حاج 4 تجواز حمام ب 520 جنيه، ده انت لو ماسك فيديوهات على صاحب المحل وعلى الاستاف واحد وعلى الحمام شخصيا مش هتعمل فينا كده. طب ايه رايك بقى ان انا واكل حمام محشي ليله نفي الخديوي وعباس حلمي التاني؟ اقول لك بكام؟ لا ما تقولش، كمل يا قادر. عايز طاجن عكاوي ب 150 جنيه، عايز تدفع كام؟ خليها عليا انا وامري لله، نقول 6 جنيه. منك لله، يا رب تموت. الو، انت معايا يا حبيبي؟ معاك يا ظالم، كمل. عايز بقى مخللات وطحينه وسلطات وماما غنوج وتيتا غنوج ورز بشعريه ورز من غير شعريه وشعريه من غير رز. كامل كميه. ويعني ظبط لي ب4 جنيه كده على ذوقك. حاضر يا حاج، فين العنوان؟ في اسوان يا حبيبي، بس ابعت لي بقى الحاجات دي من فرع المهندسين. عينيا يا حاج حاضر، والتوصيل 12 جنيه بس، مرضيه كده؟ يا نهار ابيض، كم؟ ايه السرقه دي؟ لا مش عاوز حاجه. يا حاجه سخن لنا بقى السوانخ اللي في التلاجة، الاسعار بقت نار.